السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم بغيت بإذن الله نشارك معكم هذه الوصفة المحبوبة عند أغلبية تاع الناس اللي هي البنيون. ما فيهش مقادير بزاف. البنة تاعه هو أصلا سموه بنيون، البنة تاعه تجي شابة ما شاء الله. يتقدم مع في المناسبات مع العصير ولا مع الشاي. بلا ما نطول عليكم ناخذوا طريقة التحضير والمقادير. هنا عندنا أول شيء الديول. أنا استعملت الديول لأنه الديول حمصته، درته في بلا في صينية ودرته في الفرن وخليته حتى تحمر. الديول من يتحمص يمد واحد القرمشة في الكاطو تجي شابة هذيك القرمشة، ومام كي ترونيه مع كاش حاجة ولا هذيك القرمشة تاع الديول ما تروحش. هنايا عندي بسكوي ساك مرحي، كاطو بيمو ولا أي كاطو النوع يكون عندك ترحيه. تقدروا تستعملوا اي نوع تاع كاطو ساك يكون عندكم. زدت معاه كميه نتاع نوات كوكو، وزدت معاه كميه تاني تاع بسكوي مطحون نوعيه اخرى كانت عندي. نتوما تقدروا تستعملوا اي نوع يكون عندكم. تستعملوا المكسرات، انا هنا درت الججلان الابيض. تقدروا تستعملوا الججلان البني ولا تستعملوا الكوكاو ولا اي نوع تاع المكسرات يكون عندكم. تحمصوها شويه وتطحنوها هكا على شكل شويه حبيبات مهرمشه، ما تردوهاش كاع غبره. نخلطوا المكونات. هنا زدت معاها الكاوكاو كان عندي. المهم هنايا تقدروا تستعملوا اي نوع تاع بسكوي ساك، وتقدروا تستعملوا اي نوع تاع مكسرات يكون عندكم. نخلطوا المقادير تاعنا. انا هنا درت لها الجنجلان الابيض باش يبان، الجنجلان الابيض يبان احسن من البني. نخلطوا المقادير تاعنا ونلموها بالعسل. هنايا كاين اللي يبغي يلمها بالعسل ويزيد معاها، تقدري تزيدي معاه كراميل، تقدري تزيدي معاه اوبتيلا ولا شوكولا تاع الطلاء تكون عندك. انا هنا لميتها بالعسل حتى نتحصلوا على هذا الشكل كيما هكا، باش نقدروا نخدموها في المول. ها ولا شكلها، يعني تحضريها في دقائق، ما تشدك بزاف ما والو، والكل تاعها يجي ما شاء الله. انا هنا استعملت هذا المول، نتوما تقدروا تستعملوا اي طابع يكون عندكم. انا خدمت بهذا. ندخلوا شويه في الطابع من هذاك الخليط، ونضغطوا بالاصابع نتاوعنا باش ينطبع ويعطينا هذاك الشكل وهذاك الفراغ اللي يجي في الوسط باش نعمروه في التزيين بهذا الشكل كما كتشوفوا. نخرجوا الحبه تاعنا. هنايا بالنسبه للسمك، تبغي تعليها بزاف تبغي تخليها هكا السمك تاعها متوسط، هذا يبقى اختياري. ها ولا الشكل تاعها كيفاش خرج. وهذاك الثقب في الوسط تبغي تعمريه اما بلي سوريز ولا تعمريه بالنسلي ولا تعمريه بالطوفيه ولا شوكولا. التزيين دائما يبقى اختياري. وتاني السمك قلت لكم تبغوا تعلوها شويه، الحبه تجي شويه عاليه، تبغوا ديروا موديل واحد اخر كاري ولا اوفال. ها ولا الشكل النهائي تاعها. الكو ما شاء الله بنيون تاع 5 دقائق في الساعة يوجد. وتقدموه في المناسبات مع العصير ولا مع الشاي. يجي هذاك واحد القرمشة فيه تاع الديول مع الجنجلان، يجي ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفة تاع اليوم. استنوني اخواتي في وصفات اخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه. في امان الله.